هذا هو الكيك الحقيقي بالخلطة اللي قلت لكم عليها بالطريقة الصحيحة. شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ يعني مثل الاسفنج، يعني ما في هاي فقاعات الهواء في قلبه، ما في أي شيء مسكر نهائيا. تمام؟ راح دوقه قدامكم هلا وفرجيكم كيف طريقته. غرام غرام. كان فقاعات كلهم راحوا، كبيت شوي حليب معلش نقص قالب الجاتو صار صغير هلا، بس ما بيأثر. يلا ما بيأثر. بأثر؟ ما بأثر. لا ما بصير. ما بأثر. وهلا هيك بدنا نحط اسم الحليب. اليوم انا وبرهوم اللي نعمل اطيب جاتو نزل على التاريخ. كيف تعمل انت مرهوم شلون تعمل؟ بابا بدنا نعمل اطيب جاتو. ايه والله اطيب جاتو. والطريقة بتعرفها كيف بدك تعمل؟ اكيد جهزت بابا. وانا جهزت بابا صح بابا؟ صح. ايه شلون تخلطهم كلهم هيك قلب بعضهم؟ لا راسها هيك. شو يا جماعه تعلموا مني. بتجيبوا الطشيط مع الكاسات مع معالق. شايفه يا محمود هيك مسلسل تحطوا مع هيك معالق كل شيء. يلا هيك وتعكوا وتحشوا الفرن. اطيب جاتو نزل صح مرهوم؟ ايه والله. وتحطوا 5 كيليات سكر عشان يصير قطر بقلاوه يصير. مرحبا حبايب القلب، خليلي قلبكم يا رب. اليوم هيك حبينا بالسهرة نعمل قالبين كيك اسفنجي، واحد بالكاكاو صغير والثاني بالحليب الكبير. وهلا بالوصفة اللي كتير حلوة وسريعة، وان شاء الله هيك بتنال اعجابكم هاي الوصفة وبتعملوها وبتنجح معكم وبتصير مثل ما انا بقول لكم عليه. جينا وين لويلك لشوف انا مجهزهم. دهنوا سمنة اثنيناتهم، واحد صغير بالكاكاو والثاني الحليب. الوصفة كالتالي، أنا مجهز كل شيء عندي، هلا بفرجيكم إياه على طريقة الشغل. لازم يكون عندك بلندر من هذا، يعني خفاق عشان تخفق فيها البيض، لأني بالمعلقة مرة يمشي الحال. طبعا ما بينجح البيض نهائي، لأني لازم يفوت الهواء، فقاعات هواء بقلب المواد، بقلب ما تروح ما عندي بدها تخفق البيض، لازم هيك يصير. اكيد. تمام؟ هلا بنباشر معكم طريقة عملان الكيك الاسفنجي بطريقة سريعة مبتكرة، بطريقة كثير حلوة وإن شاء الله بتستفيدوا منها. أول شيء بنجيب معنا هذا هيك الوعاء يكون منيح كبير مشان العدد. أنا اليوم بدي أعمل القالبين 6 بيضات، لازم يكون كميته منيحة، لازم يكون كبير. عنا الكاسة ال 200 ملي طحين، عنا 3 كاسات طحين. طبعا هذا الطحين أنا جيبه نوع ممتاز، بالإضافة لازم تنخل الطحين قبل ما تحطه بدها تخفق البيض. عندنا هون كاستين سكر، عندنا نص كاسة نشا، كاسة زيت نباتي، زيت زيتون بصير له طعمه، يعني زيت زيتون ما بصير بقلب الكيك. الزيت النباتي لازم يكون خفيف قلب الكيك. رابع شيء عندنا هون كاسة ونص حليب. في عالم بتحط مي، في عالم بتحط حليب، اكيد. يعني كل مين هو حر شو بده يعمله. هيك بصير وهيك بصير، مو انه بس حليب لازم، بصير مي. عندي 6 بيضات، عندي هون بشر ليمون فريش، هون رشة ملح صغيرة، ومعنا هون قرفة كمان رشة صغيرة، يعني مقدار ربع معلقة شاي صغيرة بتكون. كاكاو خام هذا، مو كاكاو عادي، يعني كاكاو من نوع الممتاز. تمام؟ أصنص الكاكاو، الفانيلا والبيكنج باودر. ومعنا الشيف مرهف اليوم قال هو بده يطق البيضة، يعني ما بصير إذا ما طق البيضة. عشان تعرفوا. تفضل. تعالك اكسر بيضة. طق البيضة. هيك دقة. ايش يعني ما بيعرفوا يطقوا البيضة؟ كلهم بيعرفوا يطقوا البيضة. كلهم بيعرفوا، بس يعرفوا انه انا سيف. شيف. بننزل 6 بيضات هون. ثاني شيء كاستين سكر، لا تزروا فانيلا بدك تنزل في قلبهم. ونشغل البلندر، هذا كثير ضروري يا جماعة. أول شيء بدي نخلط المحتوى 4 دقائق، يعني 5 دقائق معلش. هلا هيك أنا خفقته كله 4-5 دقائق. بدك تم تخفق بالمحتوى اللي حطيته بالاول. انا بدك تم تخفق، بدها تصير شلون؟ كريمي هيك بهالطريقه. بده يكون في فقاعات هواء في قلبه، الهواء كثير ضروري انه يكون في قلبه في فقاعات هواء. انا هلا بدي برجع فرجيكم شلون انا عم بخفق في هالطريقه. بدنا نحط الحليب يا جماعه. الحليب بده يتدفى ما بحاله الغليان، بده يكون درجه حراره دافيه، يعني بده يكون درجه حراره 30 25 30، يعني بدنا ندفيه تدفايه هيك. هلا في عالم بتدفيه على الغاز، انا بدفيه على الميكروويف ما بيأثر. وهلا هيك بدنا نحط اسم الحليب. هلا يا جماعه دفينا الحليب هلا تمام على درجه حراره 30. بده يكون ما بده يكون سخن كثير ابدا. هي الشغله انتبهوا عليها جدا، لاني بس حطينا شيء سخن بعد الخفق خفقناه كاني ما خفقنا شيء طويل، رجعنا من الصفر.
يعني نكون رجعنا بالطريقه للاول. طبعا. هلا نحن حط الحليب دفيناه، كت الحليب لشوف. يلا يا شيف برهوم، شاطر. كاسة ثانية شيف برهوم. شوفوا لو كنا مسخنينه كان هاد الفقاعات كلهم راحوا. كان الفقاعات كلهم راحوا. كبيت شوي حليب، معلش هي نقص قالب الجاتو، صار صغير هلا بس ما بأثر. يلا ما بأثر. بأثر؟ ما بأثر. لا ما بأثر. ما بأثر. هلا هيك بعد ما حط الأستاذ الشيف برهوم الحليب، هلا شو بدنا نساوي يا برهوم؟ لا قبل الزيت بنحرك هيك على الخفيف. شايفين يا جماعة؟ هلا إذا بدنا نقعد نحرك بسرعة معناتها روحنا الفقاعات الهواء كلها. ما راح ينجح معكم قالب الكيك الاسفنجي اللي أنا في بالي وببالكم. أكيد أنتم متخيلين هلا كيف بده يطلع قالب الكيك الاسفنجي بعد هيك طريقة. خليكم معي شوفوا النهاية وإن شاء الله بدها تعجبكم كثير. هلا بنحرك هيك على الخفيف 3-4 مرات هيك بنحركها خالص. شوف شلون الكريم هيك عم ينزل، كريم بده يطلع. هلا بنصب الزيت شوي بهالطريقة. شايفين كيف؟ ما بصير نكته فتكتة، شوي بنكت الزيت هيك لحتى تخلص كل الكاسة. يعني مو هيك مثلي حطها هيك وتكبر راسا هيك فوق لين، ما بصير هيك، ما بصير. هلا هيك بنحط الزيت، بنرجع بنعمل له هيك على الخفيف. هلا هيك اختلط الزيت معه كل شيء تمام. ناخذ بوسه هيك على السريع مشان هيك الواحد يشتهي اكثر على القالب الكيك الاسفنجي. هو لازم يعني البوسه ضروريه جدا. يعني خلص اشتغلوا بهالقصه. هي ما لازم بوسه لانه مطاره فاضي، لازم نطلعوا طياره. لا ما بيمشي الحال. هلا خليكم بالمفيد هون. هلا بعد ما خلطته انا بنضيف انا هون باشر ليمون فريش. الليمون بدون ما يوصل للبياض، بس قشر الليمون يعني بس الصفار، شيء بسيط يعني نص معلقه شاي صغيره. انا باشرها هيك، بننزلها هيك. اذا بتحطوا كمان هيك بعد ما ننزلها كلها. تفضل استاذ الشيف مرغوب. اذا بتحطوا طبعا هاي قشره اكثر من هذا القشر، يعني ما نفس الشيء. اذا دخلتوا للابيض لجوا بصير بمرمر. هاي المعلومه كثير لازم مهمه. هلا بعد ما حركناه بس دور واحد على الخفيف. كثير بدك تدقق بهذا الموضوع، يعني اذا بدنا نقعد نخفقه هاي الفقاعات الهواء اللي شايفينها كلها بتروح، ما بنستفيد شيء ابدا. هلا عندنا مرحله النشا كثير ضروري. كيك الاسفنجي بيعطي يعني للاسفنج بيعطي حجم كثير كويس، وبيعطيه مرحله كثير كويس انه ينتفخ يطلع لفوق، يعني يوصل لحده النهائي. النشا كثير ضروري. هلا نحن بدنا ندخل المواد، هو الطحين اللي ذكرت والنشا بالمنخل. هات المنخل لقلق يا شيخ، يعني نصفين. إلا نصفين يرحم جنن بيابرو. ايه نصفين يعني. إيه. اول شيء نجيب النصفين. سامحونا هاي النصفين قديم، بدنا نشتري وحده، بفرجيكم عليها بشتري وحده جديده. هلا ما عندي غيرها انا مجبور يعني. هلا نزلنا هاد النشا، حطينا هلا اول كاسه من طحين بالمنخل. في شغله ايش لازم نحطها مرهوف؟ الخميره. يعني خميره هي بيكنج باودر، يعني هي خميره الجاتو. هلا في عنا بتلا بيكنج باودر، في عنا بتلا خميره، في خميره عجين وفي خميره جاتو. هي بيكنج باودر يعني خميره الجاتو. بنحطها بكل كاسه، بنحضر فيها 3 ظروف مقدار 6 بيضات اللي خلطته انا. بنفس الوقت وانت عم تنخل هيك بدك تحرك على الخفيف، مو بعيفهم كلهم بنزلهم وبعدين بحرك، ما استفدنا شيء. معناتها هيك بنحرك شوي بنحرك المحتوى وبعدين بنرجع بندخل بنكمل نخل هيك مثلا بهالطريقه. بنخلص ثاني كاسه بنرجع بنحرك شوي، ثالث كاسه بنرجع بنحرك شوي لحتى ينتهى الطحين والنشا مع بعض. هلا انا خلطت مثل ما قلت لكم 2.5 طحين، زادت معي نص كاسه لشفت قوامه جدا رائع صار. شايفين الفقاعات؟ بتتم بتخلط هيك على اليمين طرف واحد، ما بعطيها طرفين هيك وهيك وهيك وهيك. روحنا الفقاعات الهواء اللي في قلب المحتوى. تمام؟ عندنا هون رشه صغيره من القرفه ورشه صغيره من الملح. تمام؟ هدول بننزلهم هيك عليهم، بنحطهم، بنرجع بنعطيها هيك تحريكه بسيطه هيك مشان يختلط القرفه مع رشه الملح في قلبهم. رشه الملح هي كثير ممتازه، بتعدل قوام الكيك الاسفنجي، بيعطيه قوام كثير كويس. يعني الملح كثير منيح في هذا الموضوع. بعد ما نخلط هذا هيك المحتوى كله
هون هلا الشرح الاساسي لنجاح سر كيك الاسفنجي، تمام؟ بابا هلا شو بي اخر شيء؟ هلا المكونات اكيد حفظتوا المكونات اللي عم حطها، وانا لا تنسوا انه انا كل هالمكونات بضيفها بصندوق الوصف بالفيديو، يعني منشان انتم ما يكون في نقص اي شيء من المواد تحطوه، لاني اي شيء ناقص بده يطلع الكيك مو ناجح. اكيد. يعني انا بعطيكم الطريقه الصحيحه. هلا في كثير عالم تعملها بطريقه، هي بحط لها لبن، هلا بحط لها حليب، بحط لها مي. حليب افضل شيء بحطه، بعده المي، بعده اللبن. تمام. هلا نحن جبنا هذا المنخل. السبب، شوف هي النقطه كثير مهمه، يعني في عالم كثير بتجهلها. انا اليوم في عالم بتحط ورق زبده، في عالم بتدهن زيت، في عالم بتدهن سمنه مثلا. هلا انا دهن سمنه على الخفيف، لاني ورق زبده اول شيء يعني بيطلع كيك من برا ناشف، لان طريقتي ما بزبط معي. سمنه، بس في نقطه كثير مهمه، من بعد السمنه لازم ترش طحين بقلبها، بقلب القالب بدك ترش في قلبه طحين. وانا بتمنى بعد ما اخلص الوصفه وتعملوها وتجربوها وردوا لي بالتعليقات شو بده يطلع معكم بعد ما تعملوها، وشوفوا كلامي كيف. هلا استاذ شيف مرهف مسك لي القالب الاول. شايفين يا جماعه؟ بنجيب الطحين، بنحط طحين هون. شو بنساوي؟ بنمسك القالب، ايدك بس بابا شوي، بنرش عليه هيك طحين، بس رش هيك، بس بنرشه هيك رش بهالطريقه. ما بصير يكون في زياده طحين، واذا طلع في زياده طحين هلا بقول لكم الطريقه شلون بتتخلصوا من الزياده. هلا انا بعد ما رشيتهم هيك، هلا طلع عندي زياده طحين، شو بسوي لاتخلص من زياده طحين؟ بنقلب الجاط هيك لتحت، بيطلع معنا بهالطريقه. هون ما في طحين مثلا، بنرجع بنعطيها شويه طحين من هون من الطرف، شيء انه كله يتغبر تغبير. هذا القالب ابيض يعني بالحليب، تمام. اول شيء بنجيب المحتوى اللي عملناه كله الخلطه، بننزل شوي شوي في قلبه هيك في هالطريقه، مقدار نصه تحت نصه بنص سنتي معلش، ما بنكتر. اذا كترنا بينفش اكثر بيطلع برا القالب. بنجيب الكاكاو، بنجيب المنخل. طبعا كل شيء بدك تنزله في المحتوى الكيك الاسفنجي بده يكون كله منخول نخل ناعم. هون جهزت قالب ثاني لا؟ ايه يا عين جهزته. عليك، يا عين عليك. هيك الشيف استنى الشوكولا. هيك الشيف، شايف شلون؟ فرجيتكم عليها انا. هاي الكاكاو، هاي المحتوى الكاكاو. نرجع بنصب المحتوى للنص. درجة الحرارة أهم شيء 180 190 45 دقيقة بده يتم بقلب الفرن. ما بنفتح الفرن ولا بنعمل شيء، حيطة القالب جاته بالنص، لا فوق ولا تحت. يعني الحرارة اثنين على نفس المستوى. لهيك مثل ما ذكرت لكم خلصنا، بس ما يكون طولنا عليكم الفيديوهات، والفرن جاهز. وهلا انا بدي بلش حطه بالفرن. هلا انا بدخل اثنين، بس بدخل واحد وبطلع لكم الاثنين وبفرجيكم النتيجه اثنين شلون طلعوا. شايفين كيف يا جماعه؟ يخلي لي قلبكم يا رب. وهلا هيك بكون خلصنا وانتهى هلا الوقت اللي قلت لكم عليه ال 45 دقيقه، انه بتعيفوا بالفرن، ما بتطالعوا ليبرد قلب الفرن. تمام؟ يعني بتعيفوا شغله ربع ساعه، بس يبرد، حسيتوا برد بتطالعوا من دون ما تحرقوا ايديك، بس ما بتحرقوا ايديك بتطالعوا. هي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، سامحونا يا جماعه انا تاخرت عليكم بموضوع الوقت الفيديو، شرحت كثير، يعني طولت الفيديو شوي مشان تفهموا علي اكثر وتعملوا الوصفه نفسها. وانا هلا بدي اسجل لكم اياها كلها بصندوق الوصف ان شاء الله، وان شاء الله بالنهايه اعجابكم. بتعبي كاسه شاي جنبها. ايه، وهلا راح اسمه انا فرجيكم كيف انه طلع بطريقه كثير حلوه اسفنجي الكيك. هذا هو الكيك الحقيقي بالخلطة اللي قلت لكم عليها بالطريقة الصحيحة. شايفين كيف؟ يعني مثل الاسفنج، يعني ما في هاي فقاعات الهواء في قلبه، ما في أي شيء مسكر نهائيا. تمام؟ راح دوق قدامكم هلا وفرجيكم كيف طريقته. غرام صحتين وألف هنا لكم وللجميع، صحتين وألف هنا. هذا بالكاكاو اللي سويت لكم اياه، شايفين كيف يا جماعة؟ هلا بس أنا أقسمه افرجيكم لسه سخن. انا بدي افرجيكم قلبه شلون. شايفين قلبه كيف؟ كله مفرغ، الفقاعات كلها بقلبه. نعمله هيك، شايفين كيف؟ اسفنجي يعني تمسكوا هيك طري، مو ميكين، مو ملبخ على بعضه هيك. هلا دوري. لا هلا دوري. صحتين والف سنه، يخلي لي قلبكم يا رب. شايفين يا جماعه؟ شايفين كيف هيك منظره؟ هيك بهالشكل هذا هيك بده يكون.
سو صحتين والف هنا. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا كلوا. مطيبة. ان شاء الله هيك بيكون نال اعجابكم بهذا الفيديو، ان شاء الله هيك بكون وصلنا لطلبكم. لا تنسوا هيك تظبطوا لنا الامور، لايك، اشتراك اذا عجبكم الفيديو. انا بيهمني يعجبكم بالفيديو قبل اللايك والاشتراك طيبة وجربوها مشان يوصلكم مثل كل جديد، وفعلوا زر الجرس مشان يطلع برهون هو هاد أرنلكم. يرنلكم. يخليه اشكر يا رب. ونقولكم بحبكم كثير، لا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. نقول مع السلامة. باي.